السلام عليكم إخواني أخواتي الكرام المتابعين الأوفياء داخل أرض الوطن وخارجه. أحييكم وأجدد بكم اللقاء في حلقة جديدة من حلقات قضايا الجنايات والجنح. القضية ديال اليوم مجموعة ديال المتابعين بالخصوص الذكور كيطلبوا القضايا ديال الفراقشية، واليوم غادي نتشارك معكم وحدة من القضايا ديال هاد الفراقشية أو وحدة من الظواهر ديال التفرقيش اللي ولات منتشرة في بلادنا بشكل مهول. ولاو الناس اللي كيمتهنوا هاد الحرفة هادي ولاو ردوها حرفة، وهاد الناس تيكونوا خطيرين، تيكونوا مجرمين اللي كيتسموا بالعنف، يعقلوش على الإنسان. راه كيجي باش يسرق وراه داير في بالو يقدر يقتل، وكيصمم باش يتنفذ الخطة ديالو مهما كانت الظروف. يعني أشخاص اللي خطيرين وخص الإنسان يحزم معاهم السلطة كما كيقولوا، تحزم معاهم وتجمع معاهم الوقفة. بقى صعاب. كان واحد النهار كانت عندي دورية ليلية، كندورو بالليل في الدواور باش نوفروا الأمن وباش نحاربوا الجريمة. كندورو تقريبا كان عندنا السيرفيس من 10 الليل وما غادي ندخلوا حتى 5 6 ديال الصباح في واحد المنطقة اللي كانت معروفة بالإجرام، واحد المنطقة اللي ما خصكش تنعس، إلا نعستي غدا غادي تصبح الكوارث عندك. ورغم ذلك تنباتوا كندوروا، ورغم ذلك ترتكب جرائم. حقاش المجرم كيحظيك، كيتسنى مثلا جدرميه راه جاو لهاد الدوار تيعس عليهم. كاينين الناس اللي كيرشدوه ويقولوا ليه فين كاينين جدرميه، تيتسناك حتى كتخرج تمشي لدوار اخر، عاد هو كينفذ الخطه ديالو وما يمكنش تحظي واحد اللي حاضيك. نرجعوا للقصه ديالنا. كنا كندوروا تقريبا 3 الصباح ولا ما عقلتش على الوقت بالضبط، حتى كنتوصلوا من عند الزملاء بان راه واحد كساب وفلاح في نفس الوقت راه دخلوا ليه الفراقشيه لواحد الكوري ديالو وراه داو ليه الغنم، وداو ليه بالضبط الا ما خانتنيش الذاكره شي 26 راس اللي داو ليه، وكلهم خرفان. وبان راه حس، ولكن بداو كيرجموه بالحجر وما قدرش باش يواجههم. بقى كيطلب النجده من الناس، وكتعرفوا الناس ديال الباديه الاغلبيه كتلقى واحد الدار هنا وواحد الدار بعيده، ما سمعوش الناس وما فاقوا حتى قضاو الغرض. يعني واخا حس بهم، رغم ذلك دخلوا للدار وبقاو عليه بالحجر، ما قدرش يخرج لحق السلامه الصحيه ديالو هي الاولى، ما يمكنش يغامر بحياته، خصوصا ان دوك الناس راه يقدروا يقتلوا، ما يعقلوش على الانسان. واش داروا هاد السيد هذا؟ كانوا عنده كلاب ديال الحراسه وعطاوهم اللحم اللي فيه طروفه ديال اللحم فيهم السم. كلاوهم دوك الكلاب، كانوا عنده واحد 3 الكلاب حاشاكم، كلاوهم ملي ماتوا دوك الكلاب هما يدخلوا. كان العائق الوحيد اللي كان قدامهم الحاجز هما الكلاب. ملي تخلصوا من الكلاب دخلوا قضاو الغرض ديالهم. تعطانا تعلمنا بهذه الاخباريه، ولكن ما عندناش معلومات دقيقه. النوع ديال المركبه، ديال واش كاميو، واش بيكوب، واش ترانزيت، واش ما عرفناش النوع ديال المركبه فاش هزوا هذا المسروق هذا. ولكن خصنا نتعبئوا وخصنا نديروا كمين وناضوا جميع العناصر، حتى اللي كان ناعس ما عندوش السيرفيس ديك الليله ناض حتى هو، تحزموا وتفرقنا على الطرقان ولي بيست. عاوتاني العناصر ديال المراكز دوك لي بريغاد اللي مجاوريننا حتى هما ناضوا وداروا حواجز في الطريق باش يقلبوا ويكونتروليو او اي واحد بغى يدوز. المهم درنا هذا البوكلاج وسدينا الطرقان كاملين وحاولنا باش نحاصروا هاد الناس، الا ما كانوش دازوا شي بيست اللي ما قدرناش نوصلوا ليها وغادي يفلتوا من القبضه ديالنا. كتفنا المراقبه في واحد البلاصه اللي كنعرفوها باساج اوبليغاتوار. هذاك باساج اوبليجي يعني واحد البلاصه، واحد الممر ضروري ما تدوز منه. وعيطنا قائد المركز قالنا غتمشيو توقفوا تما. بالفعل وقفنا وطفينا الضوء ديال الجيب ودرقنا الطوموبيل ديال السيرفيس باش ما تبانش، حتى كيجي شي ضو كنا حنا ب3 عاد كنخرجوا، وبدينا اي واحد جا كنراقبوه. وبحال هذا الشكل هذا فاش تيقول لك مجموعه ديال الاخوان ومجموعه ديال الاخوات بعض المرات كيوقفوك الدركيين وما دايرينش البلايك، راه بحال هذه الحاله ما غاديش يديروا البلايك، غادي يخرجوا يديروا سد وغادي يبداو يكونتروليو الناس. والغرض ديالهم ماشي الزجر ديال المخالفات، الغرض ديالهم هو كيقلبوا على واحد العصابه اجراميه نفذات واحد الجريمه. وبدينا كنقلبوا اللي جا، وكنا
حتى الطوموبيلات الصغار ما كناش كنهملوهم. علاش؟ لحقاش هذوك الناس يقدروا يكونوا عندهم جوج طوموبيلات، واحد الطوموبيل صغيره والطوموبيل فاش غيهزوا الغنم. يعني ما كناش كنغفلوا حتى شي سياره، كنعرفوا الانسان منين، واش براني، واش ولد البلاد. يعني كانت واحد المراقبه اللي هي مشدده. دوزنا شي نص ساعه تقريبا تمايا، حتى كتجي واحد الكاميونات دوك الكانطير جات وقف هذاك الدراكي اللي كان معايا. انا سبقت القدام باش نشوف واش يوقف ولا ما يوقفش. كنديروا احتياطات ديالنا، ربما كاينين كانوا مجرمين يقدروا ما يوقفوش، ولكن وقفات. طلب ليه هذاك الدراكي اللي معايا، انا كنسمع ملي وقف وقال لي التزم اليمين، التزم اليمين. سمعنا الغنم وعرفناه بان مشارجي بالغنم، ولكن واش داك الغنم اللي مسروق ولا غنم اخر ولا غنم ديالو هذاك؟ هادشي اللي غنحاولوا نراقبوه. طلب ليه داك الدراكي اوراق ديال داك الكاميون، وبقى ونعد الشيطان هادي حاول باش يرشيه، بدا كيساومو. او دينا على الشيطان راه حنا مولفين كندوزو عليكم. قال لي داك الشاف شوف الشريف كدوز على غرضك، انا دابا عمري ما شفتك، ما كنعرفكش، عطيني الورقه الله يجازيك بخير. وبدا كيدي معاه ويجيب معاه في الهضره. حنا كنا دايرين الاحتياطات ديالنا، كنا بثلاثه، انا كنت لقدام والدراكي الاخر الثالث. ملي شافو راه ما بغاش يعطيه الوراق، كانت عندنا واحد السلسله اللي كتقب الرويض، مشى دارها ليه مول الرويض اللورانيين وخلى الدراكي كيتجابد معاه. قال لي لا غادي تعطيني. ملي حمر الدراكي قال لي لا غادي تعطيني، كنهضر معاك عطيني الوراق. وسكت الكاميون الله يجازيك بخير. دار بحال الا كيقلب على الوراق، دار برومي زاد. حنا كنا دايرين احتياطات ديالنا، كان داك الدراكي كنا دايرين خطه. ملي وقف تحط ليه هذوك الا امتثلوا عطانا الوراق، وهذه غادي نحيدوا ديك السلسله. ما امتثلش بغى يهرب راه غيدوز على ديك السلسله ويتقبوا ليه الوراق الرويض عفوا. وداك الشيء اللي وقع. موه داك الزميل ديالي بحال غيعطيه الوراق، دار برومي زاد داز على ديك السلسله، تقبات ليه جوج رويض اللورانيين. والطومو الكاميو دوك الكاميوات الصغار متقله فيها الغنم. بالزرباج معنا ديك السلسله، ركبنا الطوموبيل ديال السياره، اتصلنا بالجهاز اللاسلكي بالراديو، علمنا الزملاء ديالنا وعلمنا المركز وعلمنا كاع المراكز اللي كاينه. درنا واحد البرقيه استعجاليه باش كل شيء يكون على بال. وقلنا لهم راه حنا جايين من موراها وراه كروفينا ليها الرويض. بقينا غاديين من موراه، لقيتها فاش حنا عارفين حنا ما جينا فين نديماريو، ربحوا علينا الوقت. يلاه ضربنا شي 2 كيلومتر، كتبان لنا الكاميون راه واقفه. وقفنا موراها ما لقينا حتى شي واحد. هما كانوا بثلاثه، الا كانوا شي وحدين اللور الله اعلم ما عرفناش. المهم حنا شنو بان لينا في لاكابين، وغالبا راه غيكونوا اشخاص اخرين مع الظلمه ما شفناهمش كانوا اللور. ما لقينا حتى شي واحد، ولقينا الكاميون سكتوه وهربوا وسمحوا في ديك الغنم. هنا تاكدنا بان هذيك الغنم اللي تسرقات لذاك السيد هي هذيك. حقاش واحد اللي الغنم ديالو ما يمكنش يتصرف بهذه الطريقه، ما يمكنش غادي يوقف غادي يعطيك الوراق يعطيك المسائل، واخا تخصو شي ورقه يقول لك قيد لي المخالفه ديالي ويمشي يسترزق الله يمشي للسوق. ولكن هادو مادام صدرت عليهم هاد رده الفعل اذا راه مجرمين. تما حاولنا باش نحميو هذيك الشاحنه، نحميو لاكابين ديالها من الاثار اللي كاينين تما، لحقاش هاد الناس ما عرفناهمش شكون هما. هنا تمت الاستعانه فرقه التشخيص القضائي، جنود الخفاء اللي كنشكرهم على المجهودات الجباره ديالهم والدور الكبير ديالهم في الاسناد اللي كيديروه لضباط الشرطه القضائيه اللي كاين في الميدان. وبفضل هاد الناس هاد جنود الخفاء كما كنسميهم، بالفضل ديالهم تحلات مجموعه ديال الجرائم وتفك اللغز ديالها. الف تحيه لهاد العناصر اللي هما عناصر اللي كيخدموا في الخفاء وما كيشوفهم حتى شي واحد الا ابناء الجهاز اللي كيعرفوا الدور اللي كيأديوه هذوك الناس والدور الحيوي ديالهم في القضايا وفي الابحاث الجنائيه. نرجعوا للقضيه ديالنا. هنا غادي نطلبوا فرقه التشخيص القضائي. طلعنا اللور، حسبنا هذيك الغنم العدد مطابق لداك الشيء اللي تسرق لداك السيد، قد العدد اللي كاين تما قد داك الشيء باش ديكلارا هذاك اللي كان ضحيه. وكتعرفوا الكسابه كيرشموا كاين واحد العلامه خاصه كيديروها على الغنم ديالهم. تواصل مع قائد المركز قال لي اجي عندي للمكتب، مشى عنده للمكتب قال لي كي دايره الغنم ديالك واش معلمها بشي علامه. ودي قال لي كاينه علامه كي دايره عيطنا قائد المركز قال لنا واش كاين العلامه في ديك الغنم؟ قلنا له ودي كاينه بالفعل وراه مطابقه لداك الشيء اللي قال داك السيد. التحقوا بنا الرؤساء، ومن بعد التحقوا بنا باقي العناصر. هذوك درنا حمله تمشيطيه تما في دوك الجنانات اللي كاينين تما. كانت اراضي فلاحيه شاسعه متراميه في الاطراف، ما عندك فين تقلب الشجر وهذه، وكان الغيس لقيتها ديال البرد. قلبنا ما لقيناهمش، تعبأت جميع العناصر
كل شيء تحزم، كل شيء كنقلبوا. الناس ديال دوك الدواور اللي كاينين تما حتى هما عاونونا في هذه الحمله التمشيطيه، لقينا منهم المؤازره والمسانده، ولكن للاسف هذوك الناس فلتوا من القبضه ديالنا وما قدرنا نتعرفوا حتى على شي واحد فيهم، وبقاو مجهولي الهويه. ملي دار هذا التمشيط ودارت هذه العمليات كامله ما تلقات حتى شي حاجه. التحقت بينا فرقه التشخيص القضائي، دارت التحريات التقنيه ديالها، دار الرفع ديال البصمات اللي كانت تما في ذاك الكاميو كامل. عاد حنا بدينا كنقلبوا في الكاميو، كنقلبوا على الوراق ديال الكاميو، ما لقيناهمش. الكاميو ملي صبح الحال هذيك صفيحه تسجيل الارقام، هذيك الساعه ما كانش الامكانيه ديال باش تبوانتي اي طوموبيل اي مركبه من عندك، خصك تسنى حتى يتحل مكتب ديال تسجيل مركز تسجيل السيارات وتتصل به هو اللي يقول لك ديال من ديك البلاكه. اما حاليا الحمد لله الدركيين عندهم الامكانيات من لابريكان يعرف كل شيء والمعلومات كامله، لقاش الحمد لله حنا غاديين وكنخطيو خطوات الى الامام. كنحييو بطبيعه الحال وكنشكروا اي واحد ما كيساهم في التطور ديال الاجهزه الامنيه ديالنا اللي عندها سمعه اللي هي دوليه الحمد لله، سمعه ايجابيه على الفعاليه ديالهم، على المهنيه ديالهم، وعلى الحنكه ديالهم. نرجعوا للقضيه ديالنا. ملي قلبنا اللور عاوتاني كنلقاو الحجر ربما كانوا كيستعملوا دوك المجرمين باش الا تبعهم شي واحد يبداو عليه بالحجر، ولكن هادو تقهروا. راه مثلا كنت تبعناهم بلا ما نكروفيو لهم الرويض كانوا غادي يبداو علينا بالحجر وغادي تحبس، يرموك الحجر في الطريق بقيتي تابعهم غادي تقلب، وإلا بقيتي قريب لهم غيجيبوا فيك شي ضربه وغيتسببوا في شي حادثه تصير. هذه هي الخطه ديالهم. ولكن ملي تكروفات الرويضه عرفوا راسهم، الرويض بجوج عرفوا راسهم راهم حاصلين. هذاك الحجر درنا ليه التقطنا ليه الصور، وفاش قلبنا لداخل كما قلت لكم ما كاين حتى شي حاجه من غير واحد الماده اللي هي سامه، ماده سامه ربما هي اللي كيستعملوا مع اللحم باش يرميوها للكلاب. ولقينا واحد الميكا فيها طروفه ديال اللحم، يعني بالفعل هذيك هي الماده السامه. تحجزت ديك الماده السامه وتحجزت عينات من داك اللحم باش تمشي المختبر ديال الادله الجنائيه ديال الدرك الملكي اللي كاين على مستوى القياده الجهويه، باش يتعرف المكونات ديال ديك الماده اللي كنا نقولوا حنايا كان فرضيه بانها ماده سامه، ولكن ما يمكنش نجزموا. التحليلات والخبره اللي غدار عليها هي اللي غادي تجزم. وهذاك اللحم حتى هو درت ليه تحري، درت عليه الخبره. مش هذاك الشيء عبر السلم الاداري. هذوك البصمات اللي ترفعوا حتى هما مشاو عبر السلم الاداري. البصمات مشاو غادي يمشيو للمديريه العامه ديال الامن الوطني باش نشوفوا دوك البصمات اللي كاينين تما. من بعد هذاك الغنم تحطات في المحجز حتى الغد ليه في الصباح، حتى كملنا الاجراءات ديالنا. الصباح ملي صبح الحال درنا الاتصال بمركز تسجيل السيارات على ذاك الماتريكول باش نعرفوا ذاك الكاميو ديال من شكون مولاه. هنا كانت المفاجاه. ملي اتصلنا مركز تسجيل السيارات وعطيناهم الرقم قالوا لنا بان ذاك الرقم خاص بواحد السياره صغيره، طوموبيل صغيره، ماشي ديال الكاميو، ماشي ديال دوك لي كاميونيت لي كونتير، لا، يعني هذيك الصفيحه ارقام اللي دايرينها مزوره ماشي ديال الكاميو. دزنا للمرحله الثانيه باش نحاولوا نقطوا الكاميو نشوفوا شكون المالك ديالو. هنا غادي نلتجئوا لرقم الاطار الحديدي، النيميرو تشاسي. عطينا النيميرو تشاسي المركز تسجيل السيارات، وبعد فتره قصيره علمونا، قال لك تجاوبونا وقالوا لنا بان ذاك الكاميو هذاك النيميرو تشاسي ديال الكاميو الفلانيه، يعني نفس النوع، وعطاونا الرقم ديال تسجيل البلاكه الماتريكول ديالها الصحيح، لحقاش هاد المجرمين حيدوا الماتريكول الصحيح لديك الكاميو ولصقوا ليه ماتريكول ديال واحد الطوموبيل. هذاك الماتريكول اللي لصقنا في الكاميو ديال الطوموبيل درنا استدعاء المولاه، كاين يسكن في واحد المدينه اللي هي بعيده، في واحد المنطقه اللي بعيده، باش يمتثل باش نستمعوا ليه بخصوص هذوك البلايك، واش تسرقوا ليه، واش شنو هو المصدر ديالهم باش يتعرف المصدر ديالهم. اما بخصوص ملي عرفنا الكاميو ديال من تواصلنا درنا واحد البرقيه استدعينا داك السيد عن طريق واحد المركز ديال الدرك الملكي. ولكن ملي تواصلنا مع المركز ديال الدرك الملكي وعرف قائد المركز ديال ديك البلاصه علاش بغينا داك السيد، قال لنا ودي داك الكاميو راه شارشي، راه مشفور، راه مسروق المولاه. فين تسرق المولاه؟ قال لك ودي راه مولاه واحد السيد كيدير السواق، ومشى تسوق حط الكاميو برا ديال السوق، راه شي مجرمين اغتنموا الفرصه وراه سرقوا ليه الكاميو. كي داروا ليه الله اعلم، وراه داوه، وراه الشكايه راه مسجله عندنا، وراه ضد مجهولين، راه ما عرفش شكون اللي دا. قلنا لهم ودي هذاك الكاميو راه حنا شادينه، وراه كانت كتستعمل واحد العصابه كوسيله نقل باش تقترف مجموعه ديال الجرائم، كانوا كيستعملوه الفراقشيه. علمنا النيابه العامه بهذه المعطيات كامله وقالنا باش نواصلوا الابحاث ديالنا.
بخصوص هذاك السيد اللي مشى ليه الكاميو، جا عندنا المركز، استمعنا ليه وقال لنا اش كاين انت تسرقات ليا، انت سجلت الشكايه. واكدوا لنا العناصر والمسؤول ديال ذاك المركز اللي تسجلت فيه الشكايه، اكد لنا بان راه كاينه شكايه ديال السيد، وكانت تشفر ذاك الكاميو ما يناهز من 9 شهور هو مسروق، وما كيديروا به العمليات. هاد المجرمين هادو الذوي الضمائر الميته هادو، لحقاش واحد اللي كيجي ويدي لخوه المسلم ديالو ويدي ليه رزقه اللي كيعيش به وكيوفر به، هذاك هو مصدر الرزق ديالو، تديه ليه تيتمو، هادو راه متجردين من الانسانيه بشكل كامل، ولا علاقه لهم بالانسانيه، لحقاش الانسان اللي فيه الانسانيه ما يقدرش يدير بحال هذه المسائل. نواصلوا القضيه ديالنا. المهم هذاك السيد امتثل، استمعنا ليه، قال لك الكاميو ديالي اش كاين. بالخصوص ديك الغنم بعد ما تعرف عليها مولاها، تعطاتنا التعليمات من النيابه العامه باش نعطيوها لمولاها مقابل اشهاد، بعد ما تاكدنا بان راه ديالو. دا الغنم ديالو الحمد لله، بعدا حفظوا الله ما مشاتش ليه ديك الغنم بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل السرعه في التدخل. لقاش تكون السرعه في التدخل تتقدر باش تشد دوك الناس وباش تقدر تجهض هذيك العمليه. ولكن الا كان التدخل بطيء وتشفرت الغنم مع 2 ولا 3 الصباح وما كتجري حتى 6 الصباح ولا 7 الصباح، سي تروطار. خص تكون ردة الفعل من عندك انت تكون في الحين، مجرد ما تعلمتي بحال هذه الحاله هذه. تحاصرت هذيك المنطقه كامله، تحاصرت بالدوريات ديال الدرك الملكي، شي كيدور في لابيس، شي كيدور، خنقناهم صافي، عطاونا بالراس ومشينا لواحد البلاصه اللي ضروري غيدوزوا منها، قلنا الا مازال ما دازوش راه غيدوزوا من تما. وبالفعل كان التخمين ديالنا والفرضيه ديالنا والتحليل ديالنا كان في محله وعطى نتيجه. ودابا غادي نشوفوا هذاك الرفع ديال البصمات واش غيعطينا شي نتيجه. بان بان هو فكينا اللغز ديال واحد الكاميون اللي كان مسروق، جا مولاه استمعنا ليه، تعطاتنا تعليمات باش هذاك الكاميون بعد ما استمعنا ليه نعطيوه لديك لابريغاد اللي دايره ليه الروشيرش واللي تسرق من عندهم، وهما اللي غيتكلفوا باش يعطيوه لهذا السيد هذا، لحقاش حنا ما مسجلاش عندنا الشكايه ديال السرقه ديال الكاميون. بعد ما كملنا جميع التحريات التقنيه ديالنا وما بقات عندنا معاه حتى شي حاجه. هنا بقات القضيه ديال التشخيص ديال الهويه ديال هاد الناس، نعرفوا هاد الناس شكون هما. تقدر البصمات تعطي شي حاجه وتقدر البصمات ما تعطي حتى شي حاجه. تلقات بصمات تما في لاكابين ديال الكاميون، وبصمات اللي يمكن الاستثمار ديالها، ولكن هاد الناس واش مصاوبين لاكارت، واش ما مصاوبينش لاكارت، واش البصمات ديالهم ولا ماشي ديالهم، الله اعلم. النتيجه ديال الابحاث هي اللي غادي تكشف على هذه الحقيقه. دازت شي ايامات جا داك الطوموبيل اللي عنده هذيك البلاكه ديالو اللي لصقها في الكاميون، سولناه بخصوص ديك البلاكه، قال لك ودي بالفعل راه واحد الصباح نط لقيت الطوموبيل ديالي بلا بلايك، ما عندهم لا بلايك لا والو، شكون اللي سرقهم الله اعلم. قلت راه مشيت سجلت شكايه في الموضوع. عندما سجلت الشكايه عند واحد المركز امني، تواصلنا مع ذاك المركز الامني، قال لك ودي بالفعل تسجلات شكايه ديال السرقه ديال صفائح ارقام التسجيل ديالو، وهذا التاريخ فاش تسجلات وهذا التاريخ فاش تسجلات. خدينا التصريح ديالو ومشى في حالته، الله يعرض له السلامه. لحقاش هنا اش كيهمنا حنايا؟ كيهمنا المجرمين، وغادي نتسناو النتيجه ديال دوك البصمات اللي ترفعت. دازت مده تقريبا نقول لكم واش شهر وزياده حتى جات النتيجه كشفات على البصمات ديال 4 الاشخاص ومعروفين كاملين من منطقه واحده ومن دوار واحد، ولكن من واحد المنطقه بعيده علينا، تابعين لواحد الجهويه اخرى. وهذيك المنطقه للاسف معروفين الناس ديالها بالتفقيش، ماشي لا اقصد الناس كاملين، ولكن الاغلبيه ديال الناس ديالها معروفين فرقشيه. علاش شكون اللي كيقول هذه الحقيقه كيقولوها مجموعه ديال الابحاث ومجموعه ديال القضايا اللي تفكات، وكتلقى ديما الفاعلين ولا المجرمين اللي داروا هذيك الجريمه من ديك المنطقه معروفين. وبالخصوص واحد الدوار عرفنا المنطقه وعرفنا المسائل، ولكن ما عندناش منطقه النفوذ ديالنا. يعني هنايا غادي نطلبوا المؤازره ديال داك المركز ديال الدرك الملكي اللي كيسكنوا عنده هاد 4 اللي كنقلبوا عليهم. وهاد 4 غادي يكونوا، وكنت قلت لكم 3 اللي كانوا في لاكابين، ولكن هما البصمات طلعوا 4. ربما شي واحد حتى هو راه طلع تما وخلى الاثار ديالو تما وزاد، ولا راه ركب اللور. حنا العدد ما عرفناش،
العدد اللي كشفت عليه العمليه ديال رفع البصمات هو 4 وكلهم من دوار واحد. درنا التنقيط ديالهم، ملي درنا التنقيط ديالهم زدنا تاكدنا بانه هما المجرمين. علاش؟ عندهم جوج المرات سوابق ديال، عندهم جوج ديال الادانات كاملين دوك 4 عندهم جوج ادانات على التفرقيش، على السرقه ديال الغنم، على نفس المشكل. يعني عندهم حاله العود كيديروا نفس الفعل وكيعاودوه ويخرجوا عاوتاني ويعاودوه ويخرجوا ويعاودوه. يعني هذه هي المره الثالثه. وشوف المرات الاخرين اللي ما يمكن معروفينش فيهم واللي بقاو القضايا ديالهم مسجله ضد مجهول. حاولنا باش غادي نديروا خطه محكمه، نديروا بعدا واحد التحريات عن بعد، يديروا هاد العناصر ديال داك المركز ديال الدرك الملكي، يتحروا من عند المصادر ديال المعلومه ديالهم واش دوك الناس كاينين في الدوار، وحتى نثبتوهم ونزكيوهم في شي بلاصه باش الا مشينا نشدوهم ما يفلتوش من القبضه ديالنا. هذا هو الاتفاق اللي كان بين قائد المركز ديالنا وقائد المركز ديال ديك المنطقه. تجمع هذاك قائد المركز لحقاش هو اللي خدام تما، هو اللي عنده الناس ديالو، هو اللي عنده المصادر ديال المعلومات، هو اللي يقدر، هو اللي عنده علاقات مع اعوان السلطه المحليه، مع المقدمين، مع الشيوخ ديال المنطقه، هما اللي غادي يقدروا، هما اللي يقدروا يجمعوا اكبر عدد ديال المعطيات. المهم ملي تجمعات اكبر ديال المعطيات واتفق قائد المركز ديالنا مع قائد المركز ديالهم باش غادي ننفذوا العمليه. تواصلنا مع النيابه العامه، مع ممثل النيابه العامه، وعلمناه بهذه المستجدات وعلمناه بهذا الانتقال. وكنا مشينا جوج دوريات، كان القائد الاقليمي عطانا باش نمشيو جوج ديال السيارات ديال المصلحه ونمشيو جوج دوريات، وكل دوريه فيها 4، يعني مشينا 8. واحد الدوريه من واحد المركز داروا لنا المؤازره والاسناد، وكاينه الدوريه ديالنا عاد غادي نمشيو لذاك المركز، العناصر ديالو عاوتاني غادي يعاونونا. وصلنا تقريبا مع شي 4 ل 5 العشيه، مشينا الصباح بكري وكانت ديك المنطقه بعيده علينا كما قلت لكم. وصلنا وكان الغرض ديالنا باش ما غاديش ننفذوا العمليه حتى يصبح الحال الصباح بكري، نعرفوهم راه ناعسين في ديورهم ونحاصروا الديور ديالهم باش نشدوهم. هادشي اللي دار. وكل دار فيها داك قائد المركز اللي مختص ترابيا، دار فيها واحد من العناصر اللي مكلف بالحراسه والمراقبه ديال كل واحد دار ليه جدرمي عند الدار، وبقاو كيراقبوهم. وحنا بقينا في لابريكان، وهذوك العناصر اللي مكلفين بالمراقبه والحراسه كانوا كيتواصلوا مع قائد المركز ديالهم، لحقاش هما هذيك هي المنطقه النفوذ ديالهم وكيعرفوا الناس. حتى تيقنوا وما دخلوش. هادو كانوا في واحد، على حسب الافاده ديال العناصر اللي كانوا تما، هادو كانوا في واحد الكراج كانوا كيسدوا عليهم وكيبداو يقمروا. كتعرفوا هاد الفراقشيه مليين بالقمر، راه ملي كيديروا شي عمليه راه كيمشيو يقمروا. هذه هي البليه ديالهم، كيمشيو يقمروا. يعني هذه نصيحه للدركيين، الزملاء المزاولين، باش يردوا البال الاماكن اللي كيتزاول فيها القمار. راه دوك الناس الاغلبيه ديالهم كيكونوا مجرمين، وراه غيدير لهم تتبع، وملي تعرفوهم دير لهم تنقطهم، وهادو غادي تلقاهم بانهم مجرمين. هذه خلاصه استخلصتها من خلال المسار المهني ديالي اللي كان تقريبا اللي كيمتد لحوالي 26 سنه. ملي هاد الناس تيقنا بانهم دخلوا لديورهم، غادي نحاصروا الديور ومشينا بكري مع شي 3 الصباح، لحقاش ربما ينوضوا بكري ويخرجوا. ولكن هما كان في الحسبان ديالهم على ما كنظن، لحقاش ما كانوش دايرين الاحتياطات وما كانوش حاضين راسهم، لحقاش دازت مده على هذه العمليه اللي داروا، وقالوا صافي راه ما انكشفاتش الهويه ديالنا وحنا ما تعرفناش، راه بقينا مجهولين، ما عرفنا حتى واحد. داكشي باش ما كانوش حاضين راسهم، كانوا قاريين كما كيقولوا بالعاميه ديالنا، كانوا قاريين الامان. ملي تعرفوا تاكدنا بانهم راه بايتين، تفرقنا الى 4 مجموعات، وتوفر العدد الكافي ديال الافراد، وتمت المحاصره ديال كل مسكن ديال كل واحد فيهم على حده، حتى وصلت الوقت القانوني ديال التفتيش. ملي وصل الاوقات القانونيه ديال التفتيش، دقينا البيبان. انا كنت في واحد مع واحد المجموعات الاخرين ما حضرتش ليهم. هذيك المجموعه اللي كنت فيها دقينا الباب، حلات لنا واحد السيده، حلات بلا ما تعرف شكون، هكذا قالت لنا شكون، قلنا لها قريب تقريبا مع شي 6 الصباح. كتعرفوا الناس الباديه كيفيقوا بكري، مع حلات شافتنا تبهضات تخلعات. ما تخافيش الشريفه، فلان اش كيجي؟ قالت لك ودي راه راجلي فينا هو، قالت لك راه ناعس. المراه فايقه باش تنوض تشقى وهو راه باقي ناعس، كيقلب بارد الكتاف، تيقلب على الفلوس البارده ويدي للناس رزقهم. دخلنا عليه، راه غادي ندخلوا للدار وغادي نقلبوا الدار، راه راجلك راه موضوع واحد البحث. قالت لك دخلوا. الناس ديال الباديه تيكونوا ناس مسالمين، ما بدات حتى شي مقاومه وما بدات حتى شي رفض، وبدات الموافقه الفوريه ديالها.
ودخلنا لقيناه باقي ناعس مغطي مع راسو، فيقنا تشفينا ياك هانيه، دخلت عليه بغا يلبسنا بالمقلوب كما كيقولوا، ساعه نوضناه ركبنا ليه لي مينوط، انت فلان؟ قال لك انا فلان، تقعد. تواصلنا مع العناصر كامله، قال لك جوج الاخرين، واحد جوج ديال المجرمين تشدوا، وواحد كان ساكن بوحدو ما بغاش يحل، والعناصر اضطروا باش يستعملوا القوه باش يحلوا ذاك الباب، باش دخلوا ليه، باش اعتقلوه وجابوه حتى هو. ملي شديناهم باربعه سهل فيهم الله كاملين، هنا لقينا عندهم ارقام الهواتف ديالهم، الهواتف ديالهم شدينا عندهم الارقام، لقاش الارقام غادي نحتاجوهم في الخبره باش ناكدوا واش كانوا ديك الليله اللي تقترفت ديك الجريمه كانوا في ديك البلاصه ولا ما كانوش في ديك البلاصه. هذيك وسيله اثبات غادي نستعملوها، تحجزات الهواتف ديالهم. هما درنا اتصال بالنيابه العامه، قال لك راه عندهم مذكرات بحث، ديروهم تحت الحراسه النظريه. عيطنا للمسؤولين ديالنا، علمناهم، التحقت بينا واحد الفرقه ديال التدخل، ديال التدخل ديال الدرك الملكي، التدخل والامن البسي ديال الامن والتدخل ديال الدرك الملكي، تدخلوا جاوا التحقوا بينا، قال لك ما تجيبوش دوك الناس 4 وانتم غاديين ب8، الا خص يكون العدد الكافي، ربما توقع شي حاجه، ربما توقع تصدر عليهم شي رده فعل، يعني خص يكون العدد الكافي ديال العناصر. التحقوا بنا العناصر ديال التدخل والامن ديال الدرك الملكي، داروا لنا الاسناد ومشينا شدينا الطريق، مشينا دينا دوك الناس، وصلنا داروا في الحراسه النظريه وبدينا معاهم البحث. بدينا معاهم بالبحث ودارت الخبره الهواتف ديالهم كاملين، ارقام ديال الهواتف باش تعرف مكان التموضع ديالهم ديك الليله فاش تقترفات الجريمه. وبدينا كنستمع لهم. عمليه التفتيش اللي داروا في الديور ديالهم ما عطات حتى شي نتيجه وما لقينا حتى شي حاجه. وبخصوص هذيك العينات ديال ديك الماده اللي لقينا قلنا لكم سامه، بالفعل اكدت الخبره اللي تجرت عليها بان هذيك مواد تحتوي على مواد سامه، يعني هذيك هي اللي كانوا كيستعملوا هاد المجرمين كيديروها وسط اللحم باش يقتلوا بها الكلاب. وجهناهم، كتعرفوا هاد الناس هادو تيكونوا مجرمين متمرسين ومحترفين، كنهزوهم حجره كنحطوهم حجره، لحقاش ما شدينا عندهم لا محجوز لا حتى شي حاجه، ماشي حنا. والبصمات ديال كشريف راه تلقاو في كاميو كان سارق الغنم، ماشي انا، راه ما يمكنش، ماشي انا. بقاو طالعين الجبل، عيينا معاهم كتهزهم حجره كتحطهم حجره، والو. قولوا لنا واش درتوا، اقترفتوا شي جريمه؟ لا والو، ما اقترفناش. لا الكاميو اللي تسرق نتوما اللي سرقتوه؟ لا ما سرقناش، وحنا ما عندنا حتى علاقه بشي كاميو، ما شفنا مارينا، يعني كما كيقولوا بالعاميه مسحوا السما بليقه. انتقلوا العناصر ديال داك المركز اللي كان سجلوا الشكايه ديال السرقه ديال داك الكاميو، جاوا استمعوا لهاد 4 ديال المجرمين، قالوا لهم واش نتوما اللي هادي، واش نتوما اللي كنتوا هادي، واش نتوما اللي سرقتوا؟ والو ما سرقنا، ما شفنا كاميو، اش من كاميو علاش كتهضروا لنا؟ يعني كما قلت لكم ناس متمرسين عارفين اش كيديروا، ولكن حتى حنا غادي نحاصروهم وغادي نشدوهم بعلميه، ادله علميه اللي ما يمكنش النكران ديالها ولا يمكن الطعن فيها. بقاو متشبتين بالانكار، قدمناهم امام انظار النيابه العامه في شخص احد النواب ديال السيد الوكيل العام. بعد الاستنطاق ديالهم بقاو متشبتين بالانكار، وكا عباد الله حنا ما درنا ما والو، او درات تلقاو البصمات ديالكم اش كايناش؟ لا والو، ما بغاوش يعترفوا. حالهم دار لهم ملتمس ديال الايداع، وحالهم على قضيه التحقيق حتى هو استنطقوا، بقاو متشبتين بهذاك بالانكار ديالهم. هنا قضيه التحقيق غادي يدير لهم الايداع وغادي يخضعوا للتحقيق، وبقينا كنتسناو النتيجه ديال ديك الخبره، ما تعطلاتش، دوزت تقريبا ما كاملاش 10 ايام ولا جاتنا النتيجه ديال الخبره. من خلال القراءه والتفحص ديال النتيجه ديال الخبره بان لينا بان دوك الناس ديك الليله وفي ديك الوقيته فاش دارت السرقه كانوا في ديك المنطقه اللي كانت فيها السرقه، وكانوا بعاد على بلادهم. هما قالوا لك حنا ما كنعرفوش ديك البلاد كاع، ما عمرنا مشينا ليها، وتينكروا اي علاقه عندهم بديك الكاميو. يعني ها هو البصمات، ها هي الخبره ديال الهواتف، مجموعه ديال الحوايج اللي كشفت عليها هذه التحريات التقنيه. كما ان التموضع الجغرافي ديال الهواتف ديالهم كان في المكان ديال الاقتراف ديال الجريمه، يعني 100% راه هما. غير خصنا يقولوا لنا واش اقترفوا شي جريمه ويكشفوا على شي جرائم، ولكن ما بغاوش. ومشينا استمعنا اليوم بينا بعد ما حصلنا على الاذن من النيابه العامه، عاودنا استمعنا اليوم بخصوص هذه النتيجه ديال الهواتف. شدينا الاذن
بالولوج للمؤسسه السجنيه، لقاش الا بغاو يدخلوا الدراكين ولا الجدرميه كنقولها لكم ديما يستمعوا لواحد السجين راه مشدود، خصك الاذن ديال المحكمه ديال العداله ديال النيابه العامه باش تمشي، لقاش ما يمكنش السجن غادي يحلوا لك المسؤولين ديال السجن الموظفين ويجيبوا لك هذاك تستمع ليه بلا اذن بلا حتى حاجه، لا يمكن، خصك الاذن. بعد ما شدينا ذاك الاذن التحقنا بالمؤسسه السجنيه اللي كانوا معتقلين فيها، وعاوتاني واجهناهم بديك الوقائع ديال التليفونات ديالهم. والو ماشي حنا، شوفوا شكون هذوك الله اعلم، والتليفون ديالك جابوه هنا، واش التليفون كرقم كذا الرقم ديالي، واش لا ماشي انا. يعني ديك سهباله وشادين الانكار. يعني علاش؟ لحقاش مجرمين عارفين اش كيديروا، متمرسين عندهم تجربه في الميدان، عندهم تجربه في المحاكم، عارفين اش كيديروا. ولكن حنا كوانسيناهم بالادله التقنيه والادله العلميه. الادله العلميه لا يمكن الطعن فيها. اش جاب التليفون ديالك لتما يتموضوع في البلاصه ديال الاسماء، هذه كلها معطيات وهذه قرائن غادي يرتكز عليها القضاء في الادانه ديالو ضد هاد اللي غيصدرها ضد هاد الناس هادو. بعد ما دوزوا جميع مراحل ديال التحقيق تحال الملف ديالهم على الجلسات، وكان صدر في حقهم واحد الاحكام اللي هي في المستوى، كان صدرات في حقهم 12 سنه لكل واحد فيهم. 12 سنه 12 سنه 12 سنه، يعني المجموع صدرات في حقهم 48 سنه اللي صدرات في حقهم كاملين في اطار هاد الجرائم اللي اقترفوا. وتوضع حد لهاد العصابه الاجراميه، واخا ما كشفوا لناش الحقيقه، لحقاش بقى واحد داك الخريجي وما يمكنش هما برانيين وغادي يجيو يسرقوا وسط الدوار، ما يمكنش يجيو بوحدهم، راه عندهم واحد من الدوار اللي كيرشدهم وكيوريهم ويقول لهم عندما كاين الغنم هو اللي وكيتهلاو فيه تيعطيو حقه حتى هو. هذا ما قدرناش نكشفوا على الحقيقه ديالو، دارت الخبره ديال الهواتف ولكن ما قدرناش نتوصلوا ليه، وبقى مجهول وما قدرتش الابحاث باش تكشف على الهويه ديالو. المهم هو ان داك السيد الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل المجهودات ديالنا قدرنا نجهضوا ديك العمليه ديال السرقه ديال الاغنام، وشدينا داك الكاميو حتى هو رجع لمولاه، والغنم رجعات لمولاه. وهذا الربعه هو سهل فيهم الله، او ما مشاو للحبس بغاو يضرقوا على حوايج اخرى وعلى ناس اخرين، لحقاش ماشي غا هما كما قلت لكم اقل حاجه واحد كنا على يقين غادي يكون عندهم هو اللي كيقولوا لك كيلقبوه هما بالخريجي، هذاك اللي كيكون ولد الدوار. وهذه بالمناسبه رساله لهاد الناس، ماشي حشومه تجيب براني وتبدا توريه في ولاد الدوار ديالك وتقول لها شكون اللي تسرق وتبدا ترشدو وتبدا تعطيه المعطيات، ماشي حشومه. واش ضميرك غادي يبقى مرتاح؟ ما غاديش يبقى مرتاح بطبيعه الحال. الله يهدي ما خلق. ونتمنى باش تطبقكم هاد القضيه اللي تشاركتها معكم، نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، ونتمنى نكون توفقت السرد ديال هذه القضيه هذه. ومره اخرى وكالعاده كنغتنم الفرصه باش نرحب بالمنخرطين الجدد اللي يلاه التحقوا بالقناه، ونقول لهم بالاحضان والف مرحبا بين افراد العائله الكبيره ديالنا. كما اغتنم الفرصه باش نشكر المتابعين والمتابعات الاوفياء اللي ما كيدخروش اي جهد من اجل الدعم ديال القناه، اما بالضغط على الزر ديال الاعجاب على جنب ولا البارطاج مع الاحباب ديالهم. الف 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 شكر للجميع بدون استثناء. هادشي اللي كان في هذه القضيه، ما كاين ما غادي نزيدو، وصلنا للنهايه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واترككم في حفظ الله ورعايته، والى حلقه قادمه ان شاء الله.